سيادنا السلام عليكم. بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والفيديو اللي كنا درناه ديال 10 ملايين لكل شاب اللي باغيين يديروا مشروع. هاد 10 ديال المليون اللي كتعطى للشباب، واش كترجع واش كترجعها وما كترجعهاش، واش كريدي ولا واش غير دعم هكذاك ولا هكذاك. بزاف ديال التساؤلات كانوا طرحوها بزاف ديال المغاربه، وبزاف ديال الناس لجؤوا لداكشي اللي قلنا لهم، وبزاف ديال الناس سلكوا المساطير ديال انهم يستافدوا من الدعم وراه ما غادي الله يوفقهم. هنا كاين توضيح بخصوص الفيديو اللي فات، لانها طرات واحد الضجه كبيره بزاف على داك الفيديو، وبزاف الناس بقاو كيتسائلوا. انا جايب لكم بعض التوضيحات. الفيديو اللي فات كنت قلت لكم بان الناس اللي عندهم حق بعدا يستافدوا هما الناس اللي من العمر ديالهم من 18 ل 30 سنه. تفاجات انها فعلا هذيك الكلمه اللي قلت صحيحه، ولكن تغيرات ولات من 18 حتى ل 45 سنه او 40 سنه راه عندهم الحق يستافدوا. يعني الا عندك 18 عام راه تستافد، عندك 30 عام تستافد، عندك 35 عام تستافد، عندك 40 عام غادي تستافد، ماشي حتى 30 عام. هذه المساله هذه واش هي كريدي؟ لا، كيعطيوك دعم، كدير المشروع اللي بغيتي انت، كتسطر البيداغوجيه المشروع، كتمشي كتحطها عندهم، كيعطيوك تيقولك جيب لينا بعدا لي دوفي ديال داك الماتيريال اللي بغيتي، كيعطيوك الفلوس باش انت كتشري لي دوفي. مثلا طلبتي لهم 10 المليون، المشروع غيتقام عليك ب 10، راه كيعطيوك 8 وكيقولك زيد مثلا جوج. طلبتي 14 راه كيعطيوك مثلا 12 وكيقولك زيد جوج، ولا يعطيوك 10 ويقولك زيد 4 على حساب. المهم كيعطيوك واحد 80% من داكشي اللي بغيتي انت. داكشي علاش الا كنتي انت باغي 10 يعطيوها لك، غادي دير مثلا واحد 12 ولا 14 باش ديك الربعه الاخرى تكون انت ديجا جايبها. اول الحاجه اللي غادي نقولها لكم وديروها في دماغكم في هذا اللايف هذا، اللي باغي يلجا لهذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باش يشدوك الفلوس يدير بها شي حاجه اخرى غير بلا ما يمشي، حيت راه فريمون مشاكل ديال انك هما كيعطيوك فلوس وما كيطلبوش منك ترجعها. بالعكس كيقولك شوف اشري العام الجاي نزيدك، انا نعطيك مثلا 10 المليون تخدم لي 3 الناس، العام الجاي غتجي عندي تقول لي بغيت نخدم 6 الناس، راه غنزيدك، نعطيك 10 اخرى، نعطيك 20، نعطيك 30. ولكن باش تاخذ من عندي الفلوس ديال الدوله، يعني تحيدها لواحد السيد اخر، تحيد ليه الفلوس وتمشي انت تخسرهم، ما ديرش انت مشروع، تحيد لي واحد ما يديرش مشروع بسببك، هنا غيوليو عندك المشاكل. والغريب في الامر هذا مسؤولين، بعض المسؤولين باش ما نعمموش كلشي كيستافدوا من هاد الثغره هادي. كتلقى مجموعه ديال المشاريع ما دارت فيها حتى شي حاجه. علاش؟ لانه هو مشى واخدها من باك صاحبي، واخدها بالسلكاله خلاها باسو. هاد مساله المبادره الوطنيه اللي باغي يستافد منها، اي واحد كيحامل الجنسيه المغربيه غيستافد منها. كتقسم بزاف ديال الاشياء. المبادره الوطنيه من اجل المشاريع المدره للدخل، حيت راه كاين اللي خلطها، كاين اللي سحب ليه فرصه. راه ماشي فرصه، راه ما كنهضرش على فرصه، راه فرصه راه اخدوش كيعطيك الفلوس كترجعها. هذه فكره حكوميه. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه فكره ملكيه كاينه من 2005 وهي كاينه. كيقول لك الفلوس ما ترجعهمش لينا، سيري دير مشروع. داكشي ديال اوروبا، ولكن نتوما ما عارفينوش. علاش؟ حيت البعض مسادين عليه. انا راه كنقولها لك المعلومه شحال ما كانوا قلالين عارفينها، شحال ما كتجمع بالزربه وكتستر بالزربه وكتولي الوليمه ساهله تقسم على 3 ماشي هي غتقسم على 30، تقسم على 30 ماشي هي تقسم على 3000، وتقسم على 3000 راه ماشي هي تقسم على 30 مليون. داكشي علاش يبقاو شادين هكا. انا خرجت قلتها لكم والحمد لله عاد خرجوا. كلكم تكونوا واقيلا شفتوا الفيديو اللي كيطاكيو لي فيه بزاف ديال الناس ديال العامل عملات اسفي اللي مشكور وخرج وهضر على ديك القضيه. ملي سولوه الناس قال لهم راه فعلا كاينين الشباب حاطين لهم الميزانيه، والميزانيه هي عندنا شايطه، هي واجده، غير اجيو دفعوا المشاريع ديالكم، غير تكون مشاريع معقوله ومدره للدخل. انا كنقول لكم اللي عنده مساله بغا يدير شي مشروع، بغا يدير شي بروجي، محتاج الفلوس، محتاج الامكانيات، ما عندوش، يمشي كريم محل، يمشي للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ويدير فيها، يحط البروجي ديالو ويتبع. راه بزاف الناس قالوا لي اخي اشرف راه ما عندناش ديبلوم، ما كيطلبوش ديبلوم. الدبلوم غير كيعاونك في الدوسي، غير كيساعد، ماشي هو ماشي من الاساسيات. الدبلوم ماشي واحد الحاجه اللي اساسيه. ثانيا تيقول لك اخويا اشرف حنا راه ما كنمشيو كيعطيو غير لباك صاحبي وهادي وهادي ما لح. الا انا المشروع ديالي مقاد والملف ديالي جاهز، نمشي نحطو في منصات الشباب ونجلس عليهم. بقى تما مره مشي يسول ياك انا الدوسي ديالي مقاد فين وصل، فين جا، انا من حقي نستافد ومن حقك تعرف شكون اللي استافد.
وما فيها باس تشوف المشاريع اللي استافدوا فين وصلوا، ماشي باش تتبعهم ولا باش تحسدهم، لا غير باش تستافد من التجربه ديالهم. وإلا ما كانش واحد دار مشروع ومستافد من هذه المبادره الوطنيه، مشي دير به ديكلاراسيون، حيت تكون اكيد انهم مساهمين مع هذوك الناس اللي في العمل ودوك الناس اللي في الجامعه ودوك الناس اللي شويه هذيك المبادره الوطنيه في الجروبمون ديالها كتكون كتكون بزاف ديال الناس، مدوبيه التشغيل ديال لانابيك، بزاف ديال شي جمعيه كيكونوا مدبرينها هي اللي كتشد الملفات. راني سمعت من بعد الفيديو اشياء يرثى لها، فعلا يرثى لها. سمعت كنقول ما يمكنش عطاو الشباب راه مدمر، اش باغي عنده انت دي ليه طبع عليه في كل شيء، ما فهمتش. مي الحمد لله وزاره الداخليه مشكوره، اطار التواصل الاول معاهم بالفيديو ديال المبادره الوطنيه بالعكس كيشيدو كيأيدو كيقولك مرحبا، حنا ماذا بينا الشباب يستافدوا من هادشي، حنا كنديروهم غير الشباب، ما كنديروهمش للشفاره. سمح الله البعض وحق الله، كيقول كيخدم معايا في الانتخابات راه كاين فلوس، كتخيل راه يعطيك من جيبك وراه ما كيعطيكش من جيبك، وراه كيشدها من الهدا ديالك ديش وكيعطيها لك، وانت كتبقى بالنسبه لك انه دار فيك خدمه العمر، غتبقى تسد ليه حياتك كلها، وراه ما عطاكش فلوس با ولا فلوس الحاج، عطاك كان فلوس كان رزقك. ومن الاشياء الكثيره اللي كيستافدوا منها الحملات الانتخابيه ديالو هي هذه المبادره، مع العلم ان ما كتمثلهم حتى شي صفه، ما عندهم حتى شي سلطه على هذه المبادره الوطنيه التنميه البشريه، غير بحكم المعارف وصافي. انا كنقول لكم اي واحد شي جديد كيتفرج في هذا اللايف يمشي يدير المشروع ديالو، يمشي يلح عليهم كل مره، مشي يسول، ما نغوت ما دابز ما حتى شي حاجه. حطيت الدوسي ديالي اختي عافاك فين هو فين وصل، ما تقبلش علاش وما تقبلش، نبغي نعرف واش ما تقبلش. قولي ما تقبلش ماشي في حالاتي العام الجاي يجيبوا لك ما مقبولش، لا قول لي دابا اختي علاش ما تقبلش، شنو اللي درت بسببه ما تقبلش ليا، نمشي نصلح الغلط نجي نستافد. هذوك اللي استافدوا علاش تقبل لهم؟ وما تقول لي لا ما في راسك ولا اخي اشرف اجي تشوف هنا ولا اجي تشوف هنا، لا ما اجي نشوف حتى شي بلاصه، حيت كنت انا ساكن في العيون كندير نفس الشيء، كنت ساكن في اكادير غندير نفس الشيء. انا تنشوف راسي ما نحتاج ليها، اما انا راه نمشي ندفع ليها، ونزيدك راه ماشي 10 المليون هي الاساس، تقدر 30 تقدر 40 تقدر غير 6 المليون على حساب المشروع اللي غتدفع لهم. غير هما الناس كيقولك انا كثروا عليا مثلا الحلاقه وبعض الناس سولتهم كيشتغلوا في هذه المبادره الوطنيه، قالك اخي اشرف راه الدوسيات اللي كيجيونا كتلقى مثلا مدينه عامره كلها كيجيب لك دوسي حلاقه حلاقه حلاقه، ولا البنات كيديروا لك تريتور 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 ولا صالون صالون صالون. قالك ما كاينش الابداع في المشاريع، نبدع في المشاريع، نشوف داكشي اللي كنعرف ليه انا غادي والله غادي وبان لي واحد الحانوت ديال التليفونات وزوين ديزاين واعر وحاط تليفونات وحاط، غير هنا نيت قريب مني وداير في البلاكه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي اللي مدعمه هذا المشروع. والله الا فرحت قلت شو سبحان الله العظيم هذا الشاب هذا هو خدام ما شاء الله، كيبيع التليفونات وكيصلح في التليفونات باش بالدفعه ديال الدوله عطاتو الفلوس وما طلباتش منو يعطيهم ليها. هذه هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. انا من هذا المنبر هذا والله الا كنتمنى منكم كاع اللي كيتفرج في الله يسمحوا لي عياتي شويه وراك على رزقك. مادام تقول لك هذوك الفلوس راه ديال الدوله ديالك، مبادره ملكيه ما عطاها لك حتى شي واحد، هذه ديال جلاله الملك، هو اللي قال لك هاك هذه من 2005 هو حاطه كل سنه كتحط فيها ميزانيه خياليه خياليه اللي كنت استافد منها. وما تقولش لا راه كيستافدوا منها، راه مادام محطوطه ديك الميزانيه الا راه كيخويوها، بمن كيخويوها شكون اللي كيخويها الله اعلم، غير انت بغيتك تعايق بها. انا بلاصه ما يكونوا 3000 واحد عايقين بها بغيت 30 مليون يكونوا عارفين هذه المساله هذه مبادره ملكيه ماشي ديال شي حد اخر. رزقنا هذا رزق عطينا جلاله الملك وحاط فيه عامل في وزاره الداخليه باش هو يخدمنا لهذه المساله هذه، نمشي نحط رزقي نخدم نحط بروجي ديالي يعطوني فلوسي صافي. انا ملي سميتوها مبادره وطنيه للتنميه البشريه
لدعم الشباب والمشاريع المدره للدخل ولات ديالي ورزقي. الا كنت نستحقها نستحقها، ماكش نستحقها علاش ما نستحقهاش؟ باش نصلح الامور باش نولي نستحقها. مي لا كنهضر وكنوجه كلامي غير الناس اللي باغيين يستافدوا باغيين يديروا مشروع مدير للدخل، ماشي دوك الناس اللي باغيين غير يشدوا الفلوس ويمشيو يديروا بها اللي بغاو يديروا. حيت كنعرف ناس خداو 6 المليون ما داروا بها حتى شي حاجه ديال المبادره، مشاو سافروا بها وما تخسروها وشراو تليفونات وتبرعوا وشراو موطور، وهما اليوم دابا في مشاكل كل ساعه معيطين لهم. شداني هذيك 6 المليون كون دار بها مشروع اللي قال لهم ديال سناك ولا قال لهم داك ديال الحلاقه ولا طابيسري ولا شي غيره من الاشياء، كنت اكيد قسما بالله العام اللي موراه غيقولوا لهم هانتوما راني عطيتكم مثلا قدا وقدا، زيدوني باش نقدر نزيد نطور لكم المشروع. انت المشروع ديالك ولكن هما كيزيدوا يطوروا، علاش؟ حيت كيتبناوه وكيعتبروه ديالهم. خير الكلام ما اقل، وانا ما نطولش بزاف. تبارك الله عليكم. للاشاره فقط هذيك الصفحه الرسميه للصحفي اشرف بالمدن راه ما كتبنيش وماشي ديالي، داكشي اللي كيتحط فيها راه وضعنا به شكايه امام القضاء، ونتمنوا القضاء ياخذ المجرى ديالو.